ما قبل انتهاء العبودية. هنتكلم النهاردة عن الشخص اللي استغلوه أسوأ استغلال من الشخص اللي استعبده، أجبروه على إنجاب أطفال وصل عددها ل 249 طفل، ويعتبر الجد المباشر ل 35 أو 30% من سكان مدينة في البرازيل. وبعد انتهاء العبودية فضل إن هو يدور على أولاده، بس للأسف ملقوهمش خالص، ومن بعدها أصبح رمز للعبودية وهو باتا سيكا. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ومش محتاج أقول لكم طبعا تكملوا الفيديو للآخر. ويلا نشوف ايه الحكايه. يعتبر باتا سيكا شخصيه مشهوره جدا في تاريخ البرازيل، عاش في القرن ال19 اصعب ايام لما استعبدوا شخص من الاثرياء. اتولد باتا سيكا في مدينه ساو باولو في البرازيل سنه 1828، وفي الفترة دي الأفارقة كانوا بيروحوا لأمريكا الجنوبية والبرازيل عشان يشتغلوا كعبيد هناك، والأثرياء يشتروهم عشان يشتغلوا في أراضيهم ويخدموهم. وعلى فكرة الأثرياء دول كانوا بيجبروا العبيد إن هم يخلفوا من بعض حتى لو بالعافية، عشان يوفروا عليهم فيما بعد ان هم يشتروا عبيد تانيين ويبقى هم عندهم ويخدموهم. وباتا سيكا لما كان صغير السبب الاساسي اللي اشتروه عشانه، والسبب الوحيد يعتبر، ان هو لما يكبر يخلف ليهم عدد كبير من العبيد وما يحتاجوش فيما بعد ويقعدوا يشتروا كل شويه زي ما قلنا. فلما جه بقى سن البلوغ لباتا سيكا، صاحبه لاحظ ان هو جسمه قوي وبيتمتع بصحه كويسه جدا. اصل طوله تقريبا كان مترين او اكتر، وكان ايده ورجله كمان اكبر من الطبيعي بكتير، وكمان كان ذكي وكاريزما عن باقي العبيد. عشان كده اللي اشتراه خلاه هو اللي يخلف الاطفال اللي هتبقى عبيد بعد كده. وعلى فكره باتا سيكا لما كبر ما كانش بيتعامل زي باقي العبيد، ولا ضرب ولا اعمال شاقه، ولا حتى كان بيعيش في سكن العبيد، كان بيعيش في سكن لوحده. وكانت علاقته كويسه بصاحبه اللي اشتراه، لدرجه انه كان بيخليه يعمل حاجات العبيد ما ينفعش يعملوها، زي مثلا انه ياخد باله من الحيوانات اللي هي في المزرعه، او انه يوصل رسائل البريد وهو راكب على الحصان. بس كانت وظيفته الاساسيه اللي كانت بتخليه دايما يزور اماكن العبيد بانتظام يوميا تقريبا، هو انه ينجب اطفال. وطبعا الاطفال دي كانت بتبقى من العبيد البنات، وبسبب كده بقى ليه تقريبا 249 طفل بنفس مواصفاته ونفس قوته يعتبر. بس للاسف عاشوا في مأساة مش زي ابوهم ابدا، لانهم طبعا اتفرقوا عن بعض، وفي اللي اتباع منهم، وفي كمان اللي اشتغل في المزارع واشتغل اعمال شاقة جدا. وكانوا بيعاملوهم كمان كانهم حيوانات وملهمش اي حقوق ولا تعليم ولا اي حاجة، حتى ابسط حقوقهم ان هم يحرموهم من اهلهم. وطبعا مش محتاج اقول لكم انهم بيتعذبوا وضرب واهانة دايما عكس معاملة ابوهم، طالما كان قادر يخلف اطفال تاني. وبسبب كده بقى الجد المباشر ل 30% من سكان مدينة في البرازيل. وفي سنة 1888 بعد انتهاء العبودية في البرازيل، صاحبه اللي كان مشتريه ده ومستعبده عطاله قطعة أرض تكريما ليه لأنه بقى حر وبقى إنسان عادي. وبعدها اتجوز واحدة وعاشوا مع بعض وحبها، وخلف منها 9 أطفال تاني، وخلى قطعة الأرض دي ولاده يشتغلوا فيها عشان يبقى عيلة واحدة وجنب بعض. بس بعدها باتا سيكا بقى فضل يدور على ولاده اللي هو خلفهم وقت العبودية، عشان يعوضهم عن المأساة والظلم اللي هم شافوه، وهو ما كانش في ايده حاجة ان هو يعملها. بس للأسف كان بدون اي فايدة، وفي الاخر ملقوهمش. ومات باتا سيكا سنة 1958 عن عمر يناهز 130 سنة. على فكرة حضر جنازته آلاف من البشر واتعملوا نصب تذكاري. وفي الاخر طبعا ما نقدرش نقول حاجة غير الحمد لله دائما وابدا على نعمة الاسلام. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب. وكان معكم حسن الخولي.